السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. كيف حالكم حبيباتي؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. ما ننساش نرحب بالمشتركين الجدد، مرحبا بكم على قناتي، إن شاء الله تعجبكم وتستفادوا منها يا رب. اليوم جبت لكم وصفة غير مكلفة، كيش بنين بزاف اقتصادي. نبداو في تحضير الوصفة متاعنا على بركة الله. عندنا 150 غرام مارغرين ولا زبدة، حبة بيض، مغرفة صغيرة ملح. نخلطو حتى تذوب شويه الزبده تاعنا، ماشي تذوب بزاف هكا. عندنا زوج كيسان فرينه حوالي 600 غرام هكاك. نبداو نلمو العجينه تاعنا، نلموها فقط ما نعجنوهاش. وهنا اذا شتي العجينه تاعك شويه يابسه زيدي لها مغرفه حليب، لانه الفرينه كاينه فرينه تشرب، كاينه فرينه لا. تيا شوفي ديري بيديك وشوفي اذا خصك زيدي لها مغرفه حليب فقط لا اكثر. ونلموها ما نعجنوش هكا الطريقه هذه. نغطيوها بورق السيلوفان، نديروها في الفريجيدير تريح نص ساعة. وكنحضروا الحشو تاعنا. انا عندي حبة بصل كبيرة قطعة لهذا الشكل، قطع صغيرة، نديرها تتقلى نخليها تذبل. نضيف لها صدر دجاج مقطع مكعبات، انا هنا درت صدر واحد كبير، وانتي ديري على حسب الافراد العائلة تاعك طبعا. هكا نخليهم يتقلاو، ندير لهم ملح، فلفل اسود، مغرفة صغيرة مطارد اختياري، لا ما حبيتيش ديريها ما ديريهاش. حركوهم ونخليهم يطيبوا على نار متوسطة، مرة على مرة حركيهم حتى يطيبوا. دركا بعد ما فاتت نص ساعة على العجينة تاعي نحيها هكا، ونبدا نحلها بالحلال. هنا السمك ما يجيش خشين بزاف وما يجيش رقيق بزاف، حلي على سمك يكون متوسط. باه لا درتيها رقيقة بزاف كي طيب تتكسر لك، واذا درتيها خشينة بزاف ما تجيش بنينة. المهم ديريها متوسطة. نهزوها تخافيش منها، حتى ولو تكسرت لك شوية ما تخافيش منها. هنسقموها في الصينية، نهزيها بالطريقة هذه ونديروها في الصينية اللي تدخل الفرن. نعدلوها مليح هكا، نعدلو الجوانب تاعها مليح. هكذا بالطريقة هذه. أنا عندي سكين، نجيب على الحافة اللي ما تقطعش ونحي به العجين. العجين اللي فاضلي على الصينية نحيه كامل ونسقموها مليح، نثقبها. وندخلها الفرن يكون مسخن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 10 دقائق ونحوها. هنا عندي 4 حبات بيض، حوالي 50 غرام فرماج قطعته على هذا الشكل قطع صغيرة، كأس كريم فريش تقدري تعوضيها بالحليب، عندي فلفل أسود رشة، وهذاك الدجاج تاعنا اللي كنا قليناه. أنا عندي خليط بين الدبشة اللي هي الكزبر الأخضر والمعدنوس، نخلطوه كامل مع بعضهم، نخلطوهم كامل هكا. هنا بعد ما فاتت 10 دقائق على العجينة تاعي طابت نص الطياب، نحيتها ودرت فوقها الخليط تاعي.
اللي كنت وجدته من قبل، وندير فوقها فرماج رابي. الذوق اللي عندك والنوعية اللي عندك ديريها، وندخلو الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك الخليط تاعي وطيب العجينة تاعي تحمار ونحيها. ها هو الكيش تاعي بعد ما طاب جا ما شاء الله، نقسمه لكم تشوفوه جا روعة. ان شاء الله تجربوا حبيباتي ويعجبكم يا رب. هذا هو الفيديو تاعي نهار اليوم، ان شاء الله يعجبكم حبيباتي، وان شاء الله تجربوا الوصفة. واذا عجبكم الفيديو خليوا لي جيم وكومنتير، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باه يلحقكم الجديد تاعي. وبقى لي غير نقولكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.